السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. كاين شي جرائم كتوقع بالدافع ديال الغضب، وكاين واحد الجرائم كيكون السبب ديالها هو الانتقام. ولكن القضيه اللي غادي نحكي لكم اليوم السبب الحقيقي ديالها هو الطمع. هاد الطمع اللي خلى الدم ديال الخوت يرخص، وخلى واحد الاسره غادي تعيش واحد الفاجعه ما كان حتى شي واحد كيتصورها. القصه اللي غادي تسمعوا اليوم بدات في واحد الصباح ترونكيل، ولكن سالت بواحد الجريمه اللي هزت المنطقه كامله، وخلات حتى المحققين يبقاو حايرين قدام الطريقه اللي تخطط بها كل شيء. هاد الشيء وقع في واحد الدوار النواحي ديال الدار البيضاء، فين كان ساكن واحد السيد سميتو الحاج مصطفى. الحاج مصطفى راجل تقريبا عنده 50 عام، معروف بين الناس بانه ميسر عليه الله، عايش بوحده من بعد سنوات ديال الطلاق، ما كانش عنده الدراري. عنده واحد الفيرما صغيره وشي محلات تجاريه مروج بهم الوقت وصافي. كان معروف عليه انه كيعجبو يجلس مع الناس ويهضر هكا مع الناس، كان اجتماعي. ولكن من بعد الطلاق ولا كيعيش واحد الحياه منعزله، كيعجبو يبقى بوحديته. الشخص الوحيد اللي كان كيزور هذا السيد هذا الحاج مصطفى هي اختو الصغيره سميتها سعاد، استاذه كانت كتجي عنده كل ما خدات شي عطله، كتعاون خوها في الدار وكتبقى عنده شي ايامات قبل ما ترجع للخدمه ديالها. واحد النهار جا واحد الجار كيدق على الباب ديال الفيرما د الحاج مصطفى، ولكن ما جاوبوش. عيا ما يدق والو، السيد ما كيجاوبش. استغرب داك الجار، لقى الطوموبيل ديالو برا مركونه تما حدا الدار، ولكن السيد ما كيجاوبش. قال يمكن ما نعرف، راه خرج وخلى الطوموبيل هنايا ولا الله اعلم. بقات شي ايامات داز هكاك، ما بقى بان لا الحاج مصطفى ولا داك اختو. دازت سيمانه تقريبا، وبدات كتخرج واحد الريحه اللي خايبه من الدار ديال الحاج مصطفى بواحد الشكل اللي ماشي عادي. داك الجار ما بقاش مطمئن، اتصل بولد خوين الحاج مصطفى وقال ليه راه عمك ما بانش من هادي شحال، هادي شي ايامات ما بقاش كيبان كاع، والطوموبيل ديالو مازال بلاصه حدا الدار، ولكن الدار ديالو خارجه منها واحد الريحه ما كتبشرش بالخير. داك السيد ما ضيعش الوقت، اتصل ببواه، ولكن بسبب ظروف ديال الخدمه قال لي شوف سير انت للدرك الملكي وانا من بعد غادي نلحق بك لتما. داكشي اللي كان، توجه مباشره نحو مركز الدرك الملكي وحكى لهم كل شيء. الدرك الملكي تحركوا بالزربه ملي سمعوا داكشي، ومعاهم السلطات المحليه والشرطه العلميه. منين وصلوا تاكدوا ان الريحه جايه من داخل ديال الفيرما، يعني فعلا داك الهضره اللي قال داك السيد كاينه. وبامر من النيابه العامه هرسوا الباب ودخلوا باش يشوفوا شنو كاين. اول ما دخلوا عرفوا بانهم واقفين قدام واحد الجريمه اللي ماشي عاديه. وسط الصالون كانت الجثه ديال الحاج مصطفى مرميه في الارض وغارقه في الدمايات. الجثه بدات كتحلل، والعنق ديالو باينه واحد الاثار ديال واحد الطعنه قاتله، ولكن كانت عنده واحد الضربه واحده اخرى في الراس. المهم المنظر كان صادم، ما كانش هو هذا كاع واحد المنظر ما تقدرش تشوفه. والصدمه الكبيره هي ان اختو سعاد اللي كانت اخر شخص معروف بقى عنده، حتى هي ما بينلاش الاثار كاع نهائيا، ما كايناش في داك الدار في خطره. واش هربات ولا كانت ضحيه حتى هي، ولا الله اعلم اختطفوها، ولا هي اللي ارتكبت الجريمه واختفت، الله اعلم. مهم بزاف ديال الاسئله كتبقى مطروحه، ولكن الاجوبه مازال بعيده بزاف. غير بداو العناصر ديال الدرك الملكي والشرطه العلميه يمسحوا الاثار في مسرح الجريمه، حتى بان لهم من اللقطه الاولى ان هذا الشيء اللي وقع ما كانش واحد الاعتداء اللي عشوائي. كل زاويه في الدار كانت كتحكي واحد الجزء من الحكايه. الصالون فوق الطبله كانت الكيسان ومعاهم واحد القرعه ديال الشراب مازالين بلاصتهم، بحال اللي كانت تما شي سهره وتقطعت، الله اعلم. هادو الفرضيات الاولى. ما كان حتى شي اثر ديال التهراس ديال الباب ولا السراجم ولا شي اقتحام ديال الدار بالقوه. هادشي اللي خلى المحققين يبقاو يستنتجوا بان الضحيه هو اللي فتح الباب بيديه، يعني دق عليه شي واحد الله اعلم كيعرفه وجا دخل عنده. بقاو كيقلبوا الغرفه والدار كامله وحده بوحده. منين دخلوا للبيت الناس لقاو واحد الصندوق حديدي كبير ومفتوح بقوه بحال اللي طرطقوه، القفل ديالو مرمي في الارض ومهرس، والخزانات ديالها كامله مقلوبه. الحوايج تما مشتين بواحد الطريقه كتبين بان شي واحد دخل كيقلب على شي حاجه محدده، يعني بدا كيشتت في الحوايج وكيرمي وكيقلب بالزربه. لكن الحاجه اللي شدت الانتباه اكثر ديال عناصر الدرك الملكي والشرطه العلميه هي الصاك ديال واحد المراه وفيه واحد الحوايج والوثائق بالسميه ديال سعاد اللي هي اخت الضحيه الحاج مصطفى. يعني هاد سعاد كانت فعلا في الدار قبل وقوع الجريمه. طلع فريق ديال التشخيص للطابق الفوقاني ديال الدار، وتما لقاو واحد القطرات ديال الدم في الارض ولكن ناشفه. جمعوا داك العينات بسرعه، ولكن بقى واحد السؤال كيدور في الراس ديال الجميع:
الا كان هاد الدم ديال سعاد، هاد الضحيه ديال سعاد فين مشات ولا شنو وقع له والله الله اعلم. يعني بداو كيطرحوا واحد الاسئله بزاف. اول حاجه داروها عناصر ديال الدرك الملكي، هما بداو كيسولوا الجيران، كل واحد كانت عنده شي معلومه صغيره، ولكن ملي بداو كيتجمعوا بداو كيرسموا واحد الصوره مختلفه على الحياه ديال الحاج مصطفى. واحد السيد قال لهم كان راجل ترونكيل الصراحه، ولكن من بعد طلاق ولا مشتت ولا كيشرب الشراب بزاف باش ينسى ولا الله اعلم. واحد السيد واحد اخر من الجيران قال لهم انا الصراحه الحاج مصطفى شتو ما كانش كيتخالط مع الناس بزاف، غير اختو اللي كانت كتجي عنده مره. ومول الحانوت اللي في ديك الجهه قال لهم واحد المعلومه اللي جديده، قال لهم في هذه الشهور التاليه كان كيجيب معاه واحد السيده مطلقه، واحد الشابه ولات كتدخل وتخرج معاه للدار بحال اللي كتجيه ولا الله اعلم شنو تما. على حسب الهضره ديال الجيران المراه كانت مره كتبقى عنده يومين 3 ايام، المهم كتبقى معاه تما في الدار، وهو كيقول للناس بانها كانت كتجي كتعاونو في التنظيف ديال الدار، ولكن بزاف كانوا كيشوفوا شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، يعني اكثر بان السيده راه ما جاياش غير تخدم في الدار، جايه دير شي حاجه اخرى الله اعلم. رجال الدرك سجلوا السميه ديالها وولات اول شخص خاصهم يوصلوا ليه. وسط هاد المعطيات كامله وصلت اخت الضحيه الكبرى وكانت باينه عليها الصدمه. من بعد ما تعرفت على الجثه ديال الحاج مصطفى جلسوا معها المحققين، ومن خلال الكلام ديالها خرج اخطر سر في هذه القضيه. قالت لهم بواحد الصوت متقطع خويا كان كيحتفظ بواحد المبلغ مالي كبير في الدار، يعني كانت عنده فلوس بزاف مخبعه في الدار، ما كانش كيثيق في البنكه نهائيا. المحقق سولها قال لها شحال تقريبا ديال الفلوس؟ قالت له راه اكثر من 1,000,000 ديال الدرهم، يعني عنده شي مليار تما تقريبا، مع ما كيثيقش في البنكات خلاها في الدار راه كان مخبعها في شي جهه. داك الفلوس اللي قلت لكم كان شويه ديالو وشويه ديال اختو سعاد، لانهم كانوا كيخططوا واقيلا باش يديروا شي مشروع كبير بيناتهم بجوج. هذا الجواب هذا اللي خلى المحققين انهم يزيدوا يشكوا اكثر ويزيدوا يتعمقوا في هذه القضيه. قلبوا الدار كامله من سفلها حتى لعلاها وما لقاو حتى شي درهم في داك الدار. في هذه اللحظه هذه تبدلت القضيه من مجرد جريمه قتل ولات الجريمه قتل بدافع السرقه، بحكم ان الفلوس اللي كانت تما ما بقاتش، والغرفه ديال النوم شتى ودخل شي واحد طرطق داك الصندوق الحديدي هو واقيلا اللي كانت فيه الفلوس. ولكن السؤال اللي بقى محير الناس كاملين شنو هو؟ الا كان القاتل سرق الفلوس فين مشات سعاد؟ سعاد ما بلاش الاثر كاع، واش هربت وهي خايفه ولا كانت هي الهدف الثاني ولا تختطفت؟ الله اعلم بعلامه الحق. دازوا شي ايامات والتحقيق مازال واقف. رجال الدرك الملكي سمعوا الجيران، راجعوا التحركات ديال الضحيه كامله، ولكن سعاد لحد الان مازال ما بان ليهاش الاثر بحال اللي سرطتها الارض. كاين اللي قال من الناس بانها هربت، وكاين اللي شك فيها بانها هي اللي قتلت خوها ودات له داك الفلوس، ولكن لحد الان ما كان عندهم حتى شي دليل على هذا الشيء كامل. واول حاجه خصهم يلقاوها هي انهم يلقاو هاد سعاد باش يتاكدوا واش مازال عايشه ولا حتى هي ميته. الحقيقه اللي كانت خطر من جميع التوقعات. في الصباح ديال واحد النهار خرج واحد الفلاح باش يحوط واحد الارض عنده يدير لها الكرياج، وكانت بعيده شويه على الدوار وما كيجي ليها حتى شي واحد. شد سيدي الفاس ديالو وبدا كيحفر هكا فين يغرس داك لي بارير فين يدير الكرياج. دقه الاولى جوج ثلاثه السيد كيحفر باش كيدور هذاك الارض كامله. شويه الفاس ديالو هو كيحفر ضرب في شي حاجه مجهده، يعني ماشي شي حاجه ديال التراب. حبس داك الشيء هكا وبدا كيشوف. ايوا شويه سيدي ملي بدا كيشوف داك الحفره اللي كيحفر لقى الصبابع ديال اليد ديال الانسان خارجه من تحت الارض. مسكين ضربوا الضوء، ما بقى فاهم حتى شي حاجه، مشى مباشره كيجري وعيط للدرك الملكي. جا غير شي دقائق قليله هكا وصلوا العناصر ديال الدرك الملكي والشرطه العلميه وحوطوا مسرح الجريمه كامل، وباذن من النيابه العامه بداو كيحفروا بواحد الطريقه اللي دقيقه باش يشوفوا شنو تما ويستخرجوا داك اليد ديال الانسان ولا الجثه كامله. كل دقيقه كانت كدوز كان التوتر كيزيد بزاف. هما كيحفروا والجثه ديال الجسم ديال الانسان بدات كتبان كامله. كانت الجثه ديال واحد المراه مدفونه بالزربه، والتراب اللي فوق منها باين مازال جديد، يعني راه عاد كيف دفنوها في داك البلاصه هذيك. ومن خلال الملابس ديالها وبعض الاغراض الشخصيه ديالها بدا الشك كيتاكد. من بعد واحد الساعات ديال التشخيص اكدت الخبره العلميه بان هذه الجثه اللي لقاها هذاك الفلاح هي الجثه ديال سعاد اخت الحاج مصطفى. الصدمه هنا كانت كبيره بزاف. دابا ولا باين بان القاتل ما اكتفاش بانه يقتل الحاج مصطفى بوحديته ويشفر الفلوس، ولكن قتل حتى اخته وحاول يمحي اي اثر
حيت دفنها تحت التراب وبعيد على مسرح الجريمة. المفاجأة هنايا اللي كبر جات من تقرير الطبيب الشرعي. ملي داروا الفحص الطبيب الشرعي قال لهم سيدي بأن الحاج مصطفى مات بسبب واحد الطعنة قاتلة في الرقبة ديالو بعد ما تلقى واحد الضربة قوية للرأس اللي بها فقد الوعي. أما سعاد فتلقات مجموعة من الطعنات على مستوى البطن، يعني بجوج بهم من فعل فاعل، ولكن ما ماتتش مباشرة مور داك الشيء، كانت مازال فيها الروح ملي تهزت من الدار ودفنوها وهي مازال كتنفس. التراب اللي تسد عليها وسد لها النفس ديالها وتم لفظت الأنفاس ديالها الأخيرة تحت داك التراب. هاد التفاصيل خلات المحققين يتأثروا بزاف، حيث الجريمة ما بقاتش مجرد قتل وصافي، ولكن جريمة فيها القسوة وفيها واحد التجرد من أي رحمة. يعني هاد السيد اللي دار هادشي ما فيش الرحمة نهائيا، كيفاش أنه يقتل والإنسان مازال باقي على قيد الحياة ويدفنوا ويطمروا تحت التراب. الرجال ديال الدرك الملكي رجعوا من جديد وبداو كيجمعوا الخيوط ديال هاد الجريمة، رجعوا للتليفونات الناس اللي كانوا كيزوروا الضحية باستمرار، والمرأة المطلقة اللي كان كيجيبها الحاج مصطفى اللي كان باغي يتزوج بها، وكان خاصهم يلقاوها في أسرع وقت باش هي اللي غتعطي لهم اللي ديطاي وحدين اخرين، لأنها بقات الشهيد الوحيد اللي يمكن يعرف شنو وقع في آخر الساعات قبل هذه الجريمة هذه المروعة. ولكن المفاجأة ماشي في الدرك هو اللي لقاها، المفاجأة هي اللي دخلت عندهم برجليها جات عندهم. من بعد أيام من البحث كان سمية دو واحد المرأة معينة كتكرر في كل محضر وفي كل شهادة. الجيران شافوها أكثر من مرة مع الحاج مصطفى، الناس ديال المحلات كانوا كيعرفوها، وشي أصدقاء قالوا للمحققين بأنه كان كيهضر لهم عليها وبأنه كان ناوي يتزوج بها. حتى هي اختفت من الأنظار، وهذا الاختفاء خلى الشكوك ديالهم كاملة أنها تجمع عليها كمتهم في هذه القضية هذه. الدرك عمم الأوصاف ديالها وبدأ البحث عليها في الأماكن كاملة اللي كانت كتردد عليها، لكن اللي ما كان حتى شي واحد متوقعه هما أنها كيقلبوا عليها، ولكن هي جات بنفسها تدخل لمركز الدرك الملكي. دخلت مسكينة وهي بحال اللي متردة، كانت باين عليها واحد العلامات ديال الخوف. قالت للمحقق أنا سمعت باللي كتقلبوا عليا وجيت عندكم برجلية باش نقول لكم الحقيقة. جلسوها وبداو كيستمعوا ليها. قالت لهم بأنها مطلقة وعندها 3 ديال البنات، وكانت فعلا كتخدم عند الحاج مصطفى، كانت كتجي كتنظف له الدار. ولكن ملي داز الوقت ولات بيناتهم واحد العلاقة، وكان هو اللي كيأكد ليها أكثر من مرة بأنه باغي يتزوج بها. المحقق سولها مباشرة، قال لها فين كنتي آخر مرة شفتي فيها الحاج مصطفى؟ جاوبته قالت له واحد الحد مع العشية، وقالت أنها دخلت عنده ولكن لقاته شارب بزاف، وبدا واحد بيناتهم واحد النقاش بسبب الإفراط ديالو في الشرب، حيث كما داروا الناس الشهادات ديالهم بأنه من بعد طلاق فأنه تبدل ولا منعزل، ما كيهضرش مع عباد الله كاع، وعرفوه الناس بأنه ولا كيتعاطى الشراب بزاف. وقالت بأنها كانت خافت من هذاك الوضع اللي وقع داك الليلة هذاك، وخدت واحد شوية ديال الفلوس كان عطاها ليها مقابل الخدمة اللي دارت، وخرجت من الدار قبل ما يطيح الليل. زاد سولها المحقق واش كانت اختو في الدار داك الساعه ملي كنتي تما؟ هزت راسها وقالت واه راه كانت معانا، كانت في الطابق الفوقاني في الفوقي، وسمعت الصوت ديالها وهي كتهضر مع اخوها في التليفون. هذا الجواب كان مهم بزاف، لان القطرات ديال الدم اللي تلقاو في الطابق الاول كانت فعلا ديال سعاد، ولكن المرأة بقات كتأكد بأنها خرجت قبل ما يوقع أي اعتداء ولا توقع أي جريمة في ذاك الدار. المحققين سجلوا الأقوال ديالها كاملة، ولكن ما اقتنعوش 100%، حيث التوقيت اللي قالت بأنها خرجت فيه ما كانش مطابق تماما مع بعض الشهادات ديال الجيران اللي شافوها. ولكن بالرغم من ذلك ما كان حتى شي دليل مادي كيربطها بهذه الجريمة هذه، يعني ما كاين لا بصمات جديدة، لا آثار ديال الدم، لا فلوس مسروقة عندها، ولا حتى شي دليل كيثبت بأنها كانت حاضرة في الوقيته ديال الجريمة. صافي طلقوها، ولكن خلاوها تحت المراقبة. التحقيق ما وقفش هنايا، رجال الدرك الملكي قرروا أنهم يفتحوا باب واحد آخر، الباب ديال العائلة ديال الحاج مصطفى، خصوصا بعد ما لاحظوا واحد التصرف غريب. الخوت ديالو كاملين جاو مباشرة ملي سمعوا الخبر، إلا واحد فيهم اللي ما جاش، خوين الضحية، ولكن من الأم تعطل بزاف باش يحضر، وكان كل مره كيعطي شي عذر، كيقول لهم لا راني مشغول، لا هذه الخدمه، لا ما نقدرش نجي، شي مره لا راني خارج المدينه عندي شي روينه. وفي هذه اللحظه هذه بدا الشك كيتحول من خارج العائله للداخل ديال العائله ديال هذا السيد هذا اللي كان ديما كيخلق الاعذار باش ما يجيش يشوف خوه اللي مات.
ملي بدا التحقيق كان المحققين كيجمعوا كل صغيره وكبيره، ولكن كل ما رجعوا ويراجعوا الاقوال ديال افراد العائله كانت السميه ديال واحد فيهم ديما كتعاود باستمرار: حميد. حميد هو الاخ غير الشقيق للضحيه، هو اللي قلت لكم ديما كان كيقلب على الاعذار باش ما يجيش يشوف الجثه ديال خوه اللي توفى واللي مات، اللي تقتل بالاحرى. اللي اثار الانتباه ما كانش غير التاخر ديالو في الحضور من بعد ما سمع الخبر ديال القتل ديال خوه، ولكن حتى الطريقه اللي كان كيهضر بها. واحد المره كيقول لهم لا عندي الخدمه، شي مره كيقول لهم لا خارج راني خارج المدينه وصعيب وعنديش كندير وهذه، شي مره كيبدل التوقيت ديالو، كيبدل التوقيت ديال التحركات ديالو. هاد التناقضات خلات كاملين رجال الدرك الملكي يركزوا عليه مزيان. عيطوا له المره الجوجه، بدا معاه التحقيق غير بالتي هي احسن، ولكن الاسئله كانت دقيقه بزاف. قالوا له اخر مره شفتي فيها اخوك فوقاش كانت؟ جاوب بواحد الثقه في النفس، قال هذه اكثر من سيمانه، يعني سيمانه قبل الجريمه، ولكن من بعد صافي رجعت في حالتي للخدمه ديالي وما بقيتش عارف صافي حتى شي حاجه على خويا. المحقق سجل هذا الجواب ديالو، ولكن ما كان باين عليه حتى شي رده فعل، كان كيتسنى شي حاجه واحده اخرى. الدليل في نفس هذا الوقت كانت اخت الضحيه الكبيره مازال باقيه في الفيرما كتستقبل الناس اللي جايين يعزيو في الحاج مصطفى. وفي واحد الليله عرضوا ليها الجيران عندهم العشاء باش تبدل شويه مسكينه الجو وتنسى داك الصدمه ديال خوها اللي تقتل. من بعد ما دار بيناتهم واحد الحديث هكا، قال ليها رب الاسره ديال داك الناس اللي عرضوا ليها، قال لها بغيت نقول لك بنتي غير واحد المعلومه، ولكن ما عرفتش واش غادي تنفع ولا لا. قالت له واه قول لي الشريف، اي حاجه راه ممكن تقدر تفيدنا. قال لها الليله اللي اختفى فيها خوك كنت راجع للدار ديالي مع 11 ديال الليل وبقى ساكت. قال له وشفت واحد الطوموبيل واقفه قدام الدار ديال الحاج مصطفى، بقيت كنراقب داك الطوموبيل غير من بعيد هكا، ما نزل منها حتى شي واحد، وقلت يمكن شي صحاب ديال خوك هما اللي جاو عند الحاج مصطفى. ولكن من بعد دازت واحد الدقائق نزلوا جوج ديال الرجال من الطوموبيل، واحد منهم دق الباب ديال الحاج مصطفى وسولته هاد البنت بالزربه وشكون كان هذا اللي كان كيدق على الحاج مصطفى. قال له الصراحه والله ما شفت مزيان الوجه ديالو، ولكن واحد منهم كان كيشبه بزاف صراحه لخوكم والله اعلم. هذه هي الكلمه اللي خلاتها تجمد ويزيد الشك في الاخ ديالها. بقات مساكته ما قالت حتى شي حاجه، سمعاتو حتى سالا. داك الجار زاد قال لها واحد القضيه، قال لها انا دخلت للدار ديالي ولكن الفضول خلاني انني نبقى نطلع عليهم من السر ونشوف شنو كاين. بقيت كنشوف الباب هكا تتحل الباب ودخلوا بجوج بهم عند الحاج مصطفى الله يرحمه. هاد الشهاده اللي قال لها هاد السيد كانت اول مره كتوحي بان القاتل يمكن يكون من داخل العائله. مع اول ضوء ديال الصباح توجهت الاخت مباشره لمركز الدرك الملكي، عاودت لهم هاد القصه كامله اللي عاود ليها الجار ديالها. المحققين ما ضيعوش الوقت، عيطوا لذاك الجار، خداو منه داك الافاده الرسميه وقيدوها، ومن بعد عاودوا عيطوا لحميد. حميد اللي شك فيه الجار بانه قال شفت شي واحد كيشبه الخوك حميد، ولكن هذه المره ما كانش التحقيق بحال الاول، كان عندهم معطيات جديده وخاصهم ضروري يناقشوا مع هذا الاخ حميد هذا شنو كاين. كانوا مستعدين يواجهوه بداك الشيء كامل. دخل حميد للمركز ديال الدرك الملكي المره الثانيه، ولكن هذه المره ما كانتش بنفس الثقه اللي دخل بها المره الاولى. المحقق كان كيسولو وقلب قدامه المحضر كامل وقال ليه غادي نرجعوا لبعض التفاصيل السي حميد لحقاش كاينين شي معلومات جديده في هذا الملف هذا ديال الحاج مصطفى الله يرحمه. حميد هز راسو وقال له مرحبا تفضل. بدات سيدي لونكيت بواحد الاسئله بسيطه. فين كنتي نهار الحد السي حميد؟ جاوبوا بالزربه قال له كنت في الدار. ومن بعد من 6 ديال العشيه شديت الطريق للخدمه. محقق كتب داك الشيء وبقى ساكت. دازت واحد شويه خرج واحد الورقه واحده اخرى من الملف وقال ليه واحد الشاهد كيقول باللي شافك قدام الفيرما ديال خوك مع 11 ديال الليل. حميد تبدل اللون ديال وجهه وبان عليه واحد شويه ديال الارتباك، بقى كيضحك وشويه قال لا لا باين هذا السيد راه غلط، انا ما كنتش كاع نتما مع 11 ديال الليل. المحقق بقى كيشوف فيه ومن بعد قال ليه واش متاكد؟ وجاوبوا قال له راني متاكد اصاحبي، انا راه كنت في الخدمه ما كنتش كاع حدا الفيرما ديال خويا. ولكن هذه المره المحقق ما خلاش يكمل، خرج واحد الشهاده ديال الجار الرسميه اللي قالها وقراها عليه كامله. الراجل وصف اللون ديال الطوموبيل والوقت اللي وصلوا فيه حدا الدار ديال الحاج مصطفى، ووصف حتى الطريقه اللي دخلوا بها للضيعه يعني الفيرما ديال الحاج مصطفى. حميد بدا كيدخل ويخرج في الهضره وكل جواب كان كيختلف على داك الشيء اللي كان كيقول من قبل. الرجال ديال الدارك ما وقفوش هنا، بداو كيقلبوا على داك الطوموبيل اللي تكلم عليها داك الجار والمواصفات ديالها. من خلال البحث وصلوا
انهم يلقاو مول داك الطوموبيل بنفس المواصفات اللي عطاوه. جابوا سيدي داك السيد للمركز وسولوه واش كتعرف حميد؟ قال لهم ايه حميد راه صاحبي من هذه زمان وهو صاحبي. زادوا سولوه قالوا له واش سبق لك سلفتيه الطوموبيل شي مره؟ قال له راه فوقاش ما كان كيطلب لي الطوموبيل كنعطيها له، انا حيت صاحبي وعزيز عليا راك عارف. المحقق قرب ليه الصوره ديال الطوموبيل قال له اخر مره فوقاش كانت؟ بقى ساكت واحد شويه كيقول سيدي. قال له واي نهار الحد راه كان طلب عليا الطوموبيل وعطيتها له. المحققين هنايا بداو كيقربوا من الملامح ديال الجريمه. شنو قالوا؟ قال وشنو قال لك؟ واش غادي يدير بها شي حاجه ولا كيفاش؟ قال له لا راه قال لي غير عندي شي ناس من العائله وخصني نمشي نجيبهم وبغيت الطوموبيل وانا عطيتها له. هنا المحققين قالوا بان الصوره بدات كتكمل. حميد قال بانه شد الطريق للخدمه، ولكن هذا السيد صاحبه هذا كيقول بان حميد طلب عليه الطوموبيل، كان باغي يمشي يوصل شي ناس من العائله، ولكن صحابه اكدوا انه كان مازال في المدينه وخدا الطوموبيل في الليل. المحقق زاد سول صاحبه قال له فوقاش رجع لك الطوموبيل؟ قال له رجع لي الصراحه معطل بزاف وانا كنت نعست غير فقت وخديت عليه السوارت صافي ورجعت النعس. وحميد كان كيكذب من البدايه. رجعوا واجهوه من جديد. قال له المحقق قلتي انك خرجتي مع الستة وصاحبك كيقول بانك خديتي عليه الطوموبيل في الليل، والشاهد كيقول بانه شافك قدام الدار ديال خوك بالليل. دابا شكون فيكم اللي كيكذب؟ وحميد بقى ساكت وبدا شويه بدا كيعرق وكينشف وعينيه بداو كيدوروا في المكتب، صافي بانت عليه العلامه ديال التاثر والتخلع. المحقق عرف بان الضغط بدا كيأثر على حميد، ولكن باقي خاصو شي دليل واحد اخر، الدليل اللي غادي يهدم هذه القصه كامله. وفي هذه اللحظه قرر انه يستدعي واحد السيد واحد اخر، الاخ الثاني خوين حميد. هذا الشخص اللي كان مع حميد في الليله ديال الجريمه ما كانش كيعرف ان صاحبه غادي يسبقوا للاعتراف. من بعد ساعات ديال الاستنطاق كان واضح لرجال الدرك الملكي الدائره ديال الشك بدات كتضيق. الادله ما كانش كبيره، ولكن التناقضات كانت كتزيد مع كل سؤال كيطرحوا على هاد الناس. المحققين قرروا انهم يجيبوا الاخ الثاني اللي كان كيتردد الاسم ديالو بشكل غير مباشر في البحث. حتى هو دخل وكان باين عليه التوتر، ولكن حاول انه يبين راسو صافي بانه هادئ. المحقق خلاه سيدي يجلس، ما قال له حتى شي كلمه، بقى كيشوف فيه. قال له خوك عطانا كل شيء. الراجل مسكين تخلع وبدا كيقلب في عينيه وقال له شنو قال؟ المحقق جاوبه بكل هدوء قال له راه قال لنا الحقيقه. هذه الجمله كانت كافيه باش خوه يتبدل الوجه ديالو كامل. بدا كيتنفس بالزربه وحاول يتملك الاعصاب ديالو، ولكن ما قدرش، ضغط عليه داك التوتر بزاف. موراها بقى ساكت قال لهم شوف انا غادي نحكي لكم كل شيء. اعترف ان الفكره ما كانتش حتى لداك الليله عاد داروها، ولكن كانت كتكبر في الراس ديالهم من هذه شهور. كانوا عارفين ان خوهم لاباس عليه وكيحتفظ بواحد المبلغ مالي اللي كبير داخل داك الدار ديالو، وكانوا مقتنعين ان الفلوس موجوده في الدار حيت خوهم ما كانش كيثق في البنكه ولا في الخزينه، يعني ديما كيدير الفلوس ديالو في البنك وما كيثق في حتى شي واحد. هنا الطمع بدا كيكبر مع الوقت، خصوصا بعد ما طلب منه واحد منهم انه يسلف له واحد المبلغ كبير، ولكن خوهم قال لهم لا الصراحه ما نسلفكش. تما صافي من ذاك النهار قرر انه ينتقم. اعترف ان الليله ديال الجريمه خدا الطوموبيل من عند واحد الدري صاحبه، ومن بعد مشى عند خوه الاخر، جلسوا بجوج بهم واتفقوا على الخطه اللي غادي يديروا. الهدف ديالهم كان واضح، انهم يدخلوا للدار ياخذوا الفلوس ويخرجوا بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه. ولكن الامور ما مشاتش بالطريقه اللي كانوا مخططين ليها. ملي وصلوا حدا الدار ديال الحاج مصطفى الله يرحمه مع 11 ديال الليل دقوا عليه الباب. الحاج مصطفى اللي كان كيعرفهم مزيان فتح ليهم الباب حيت راه فاتح الباب لخوتو. دخلوا وجلسوا معاه، حتى هو ما كانش شك في خوتو، بداو كيهضروا بشكل عادي وكأنها زيارة عائلية عادية. ولكن الحقيقة كانت مختلفة تماما، لأن كل دقيقة كانت كتقرب الضحية كانت كتقرب الساعة ديالو من النهاية ديالها. شوية استغلوا واحد منهم اللحظة اللي كان فيها الحاج مصطفى غافل، شد واحد الكرسي وكيضربوا به، ضربوا بواحد الضربة مجهدة للراس ديالو، طيحوا للأرض فقد الوعي. قبل ما يفيق خرج الموس اللي كان مخبيها معاه وغرسها في العنق ديال خوه بلا رحمة بلا شفقة. كل شيء هادشي وقع في واحد الثواني قليلة، بلا رحمة بلا شفقة وبلا تردد،
ولكن فاش طلعوا للطابق الثاني باش يقلبوا على الفلوس، هنا وقع داك الشيء اللي ما كانش في الحسبان. اختهم سعاد فاقت من النعاس حيت كانت ناعسه تما من بعد ما سمعت داك التشاش اللي وقع لتحت. فتحت الباب وشافت المنظر، عرفت خوتها وشافت خوتها بانهم داروا داك الفعله هذاك، وعرفت شنو داروا. هنا تاكد بان الجونات ما بقى عندهم حتى شي اختيار. فتحت سعاد الباب ديال الغرفه كما قلت لكم وهي مازال مسكينه تحت التاثير ديال الصدمه. اول حاجه شافتها، شافت خوها مرمي على الارض طايح في الدم ديالو، وفي الجهه الثانيه جوج ديال خوتها واقفين وكل واحد فيهم واحد كيشوف في الاخر، وكانهم ما بقاوش عارفين شنو خاصهم يديروا دابا ملي قتلوا خوهم. دازت واحد الثواني قليله ولكن كانت كافيه انها باش تفهم الحقيقه كامله. بقات مسكينه كتغوت بما عطاها الله من جهد. شنو درتو؟ واش قتلتو خوكم؟ حاولت انها تهبط في الدرج بالزربه وتطلب النجده من الناس، ولكن واحد منهم شدها، وقبل ما توصل للباب بدات كتقاوم. شدوها وزيروها مزيان، وكانت كتعرف بان الا خرجت لبرا كل شيء غادي يتسالى. في وسط داك الحاله ديال الخلعه واحد فيهم جبد الموس عاوتاني، وفي واحد اللحظه فقد فيها السيطره مع داك الغوات ديال الختم اللي كانت كتقاوم، وعطاها واحد الضربه مباشره للبطن ديالها، طيحاتها للارض. بقات مسكينه على قيد الحياه وهي كتوفى، ولكن ما ماتتش. واحد منهم قال خليها راه غادي تموت، ولكن خوه الاخر جاوبو قالوا الا خلينا هنا راه غتقدر تفيق وتقدر تغوت وتضيع لنا وتضرب لنا هادشي كامل في الزيرو. في ذاك اللحظه تحولت السرقه الى جريمه مضاعفه. قتلوا الحاج مصطفى ودابا ضربوا اختهم وراهم ناويين انهم غادي يصفيوها ليها. ما بقاش الهدف ديالهم كما جاو في الاول غير الفلوس، ولكن الهدف ديالهم هو انهم خصهم يمحيو اي واحد شهد على هادشي اللي داروه. بقاو كيقلبوا في الدار، هرسوا داك الصندوق الحديدي اللي خوهم داير فيه الفلوس، جمعوا داك المبلغ كامل اللي كان مخبيهم خوه، خداو داك الفلوس كامله، وموراها شدوا ختم سعاد وداروها في واحد ليزار كبير ولواوه عليها مزيان وهبطوها للطوموبيل وهي مازال مسكينه فيها النفس. خرجوا من داك الفيرما في الليل وشدوا الطريق ديال الخلا بعيد على الدوار، ووقفوا وسط واحد الارض مهجوره، حفروا واحد الحفره غير بالزربه ورموها فيها مسكينه وهي مازال على قيد الحياه، كتحرك والحركه ديالها خفيفه ومسكينه تحت النزيف ديال الدمايات من بعد داك الطعنه اللي ضربها خوها للكرش ديالها. ولكن الطمع قتل الرحمه ديالهم وما بقاتش عندهم الرحمه في القلوب ديالهم. شدوا داك التراب وبداو كيطمروا اختهم في وسط التراب وهي مازال عايشه، وركبوا في الطوموبيل ومشاو بحال اللي ما واقع حتى شي حاجه. قبل ما يمشيو من الفيرما كان عندهم واحد المخطط واحد اخر. واحد قال لهم الا اختفت هي والناس لقاو خوها مقتول راه غادي يقولوا بانها هربت من بعد ما قتلاته. كانوا مقتنعين بان التحقيق مني غادي يلقاو الجثه ديال الحاج مصطفى غادي يتوجه مباشره نحو سعاد ويقولوا بانها قتلاته وهربت بحكم انها كانت معه، وانهم غادي يبقاو بعادين على اي شبهه. ولكن اللي ما كانوش عارفين هما انهم خلاو موراهم واحد الاخطاء اللي صغيره. ديما سبحان الله العظيم شي جريمه ولا شي مسرح ديال الجريمه كتبقى فيه ولو خطا صغير وبسيط باش كيبان الحقيقه ديال المجرم. اخطاء اللي ما بانش ليهم هما ولكن كانت كافيه بانها تفك الخطه اللي داروها كامله. الرجال ديال الدرك كانوا مقتنعين بان الجريمه ما كانتش عشوائيه، وان الدليل كان كيديهم مباشره لنفس الاتجاه. التقرير ديال الطبيب الشرعي اكد ان الضحيه توفى داخل الضيعه وداخل الفيرما ديالو، وان سعاد خرجت منها وهي مازال فيها النفس. الشهاده ديال الجار اللي عطاهم وضعت الاخ اللي خوهم غير شقيق بغير المكان ديالو. صاحب السياره اكد انه تسلف منه الطوموبيل في الليله ديال الجريمه، والاتصالات الهاتفيه بين المتهمين بينت انهم كانوا على تواصل مستمر قبل ساعات قليله من وقوع الجريمه. الادله كامله ولات كتكتمل، ولكن كان خاص المحققين يعرفوا واحد الحاجه، داك الفلوس فين مشات. من بعد واحد المواجهه طويله واحد من المتهمين طاح الارض وقال للمحققين غادي نوريكم كل شيء، الفلوس راه ما بقاتش عندنا كامله. وبأمر من النيابة العامة خرجت واحد الفرقة من الدرك الملكي مع المتهم، وصلوا بزاف ديال البلايص، منها الدار ديالو، منها واحد البلاصة اللي كان مخبع فيها واحد البركة ديال الفلوس، وشدوا وحجزوا واحد المبالغ مالية مهمة إضافة لواحد المقتنيات اللي كانوا شروها مباشرة بعد الجريمة. ومن رغم هذا الشيء كامل أنه كان معروف
بالظروف الماديه اللي صعيبه هذا السيد هذا ولا هذا الاخ ديال الحاج مصطفى. هذا الشيء كان دليل اضافي على ان السرقه كانت هي الدافع الرئيسي لهذه الجريمه المضاعفه. من بعد رجعوه لمركز الدرك الملكي وواجهوه بالاعترافات ديال خوه، وهنا ما بقى عنده حتى شي حاجه ما يخبع. اعترف بالتفاصيل كامله، اعترف بانهم خطوا الجريمه ايام قبل التنفيذ ديالها، واعترف بان الطمع خلاهم يشوفوا خوهم غير واحد العقبه اللي خصها تحيد باش ياخذوا له داك الفلوس. واعترف ايضا بان القتل ديال سعاد ما كانوش مخطين ليه، ولكن جاتهم في الطريق ولقاو بان خاصهم ضروري يقتلوها حتى هي. ولكن منين شافتهم وعرفتهم قرروا بانهم خاصهم يقتلوها وما يبقى حتى شي واحد شاهد على هذا الشيء اللي داروا. الخبر نزل بحال الصاعقه على العائله. الاخت الكبيره ما كانتش مسكينه قادره انها تستوعب هذا الشيء اللي وقع، كانت ديما كتعاود واحد الهضره: ما عمري تصورت يجي شي نهار واحد الاخ يقتل الاخ ديالو. الجيران حتى هما عاشوا واحد الصدمه اللي كبيره، كيفاش واحد الاخ يقدر يقتل خوه الكبير بهذه الطريقه هذه الوحشيه ويقدر يقتل حتى اخته، حيت كانوا كيشوفوا بان الخوت كيجلسوا مع بعضياتهم كيحضروا ديما المناسبات العائليه، يعني الجو بيناتهم مزيان والعلاقه بيناتهم بخير، وحتى شي واحد ما توقع ان الطمع يقدر يوصلهم لهذه النهايه المأساويه. الدوار كامل بقى كيهضر على هذه القضيه لواحد الشهور اللي طويله بزاف، وكان واحد السؤال على اللسان ديال الناس كاملين: واش الفلوس تستاهل ان الانسان يضحي بخوه ولا حتى بختو على قبل الفلوس؟ من بعد انتهاء التحقيق المتهمان بجوج بهم تحالوا على قاضي التحقيق اللي واجههم بداك الادله كامله والاعترافات ديالهم ومحاضر الخبره العلميه اللي دارت. من بعد واحد الجلسات ديال المحاكمه اقتنعت المحكمه بثبوت الافعال المنسوبه اليهما وثبتوا في حقهم داكشي كامل اللي داروا. صدر في الحق ديالهم اقصى العقوبات من بعد ما أدانوهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة وإخفاء جثة الضحية ومحاولة تضليل العدالة. هاد التهم كاملة ثبتت في الحق ديالهم، وهكا انتهت القضية. ولكن بقات واحد العبرة ديالها حاضرة، أن الطمع إلى دخل القلب ديال الإنسان كيقدر يحول أقرب الناس لواحد العدو، ويقدر يخلي الأخ يرفع يده على خوه ويقدر يقتلو كاع وينسى الروابط ديال الدم وديال الرحمه. قبل ما نختم هذه القضيه هذه، الا كانت عندك القصه ديالك حقيقيه او كنت شاهد على شي واقعه غامضه وباغي تشارك معنا القضيه ديالك وتستحق انها توصل للناس، فمرحبا بك تواصل معنا. يمكن لك انك تبعث لنا التفاصيل ديال هذه القصه هذه عبر البريد الالكتروني ولا رقم الهاتف واتساب، غادي نقراوها باهتمام، واذا كانت مستوفيه الشروط غادي نخدموا عليها باحترافيه ونعرضوها كامله بواحد الاسلوب اللي زوين مع احترام الخصوصيه ديال الاشخاص، وما نشروش شي معلومات اللي حساسه بدون الموافقه ديالكم. وما تنساوش انكم تدعموا هذه القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والاعجاب ديال الفيديو، وشاركوه مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل لاكبر عدد من الناس. شكرا لكم على حسن المتابعه والثقه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم في شي قصه جديده باذن الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.